بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نبدأ الفيديو بسرعة جدا علشان الفيديو ده ممتع جدا ومفيد جدا، وبإذن الرحمن هتستفادوا منه من أول ما هتشوفوا الفيديو لحد نهايته. بإذن الرحمن هتستفادوا منه لآخر حتة فيه. نبدأ معايا بالمقادير. معايا كيلو من الدقيق، هنزل عليه بكوباية، هنزل عليه بنص معلقه من الملح، بثلاث اول معالق حاجه من هبدا معاكم السكر، بالمقادير. وباكو خميره النهارده اللي هو هتعملي ايه مقدار معانا؟ معلقه هعمل خميره. معاكم تمام. فطاير للعشاء هنقلب كل حلوه المكونات جدا الجافه مع وبسيطه بعضها. جدا. معايا ربع 2 كيلو من بيضه، اللحمه عدد وكمان 2 ربع بيضه، كيلو من ممكن صدور تستكفي الفراخ. ببيضه واحده عملنا للكيلو، فطرتين ولكن ما انا شاء كنت الله حابه ان انا فيهم ازود اكتر من الدنيا 10 معايا شويه اشخاص. في ازاي الكلام الفايده ده؟ تابعوا معايا الغذائيه الفيديو بتاعته. للنهايه وانتوا هتشوفوا تمام. بنفسكم. هنحط معايا كيلو الاتنين من بيضه على الدقيق الدقيق هنحط والمكونات عليه الجافه اللي قلت عليها. معايا الخميره والملح والسكر، ونقلب كله مع بعضه. معايا كوبايه من الحليب، تعمليها رايب تعمليها حليب، تنزلي بميه بس بلبن بودر على الميه، مفيش اي مشكله، بس كوبايه الحليب تكون معايا دافيه. انا كان معايا معلقتين قشطه بصراحه ما استخسرتهمش في العجينه وحطيتهم فيها، وده اختياري يعني، انت حابه او مش حابه دي حاجه ترجع لك. تمام. تبداي تقلبي كل المكونات دي مع بعضها، البيض واللبن والعجينه. انا عايزاكي تعجنيها معايا على الناشف. يعني ايه على الناشف؟ يعني ما تطريش العجينه من اول ما تعجني فيها علشان تديني عرق. بمعنى هتجيبي معايا ميه دافيه وتحطي لنفس كوبايه اللبن، تعبيها كوبايه الميه، ميه دافيه جدا عشان ما تفسدش معاكي الخميره. يعني لو سخنت اكتر من كده تفسد معاكي خمر العجينه، لكن احنا عايزينها دافيه زي اللبن. تمام تمام. لحد كده وماشيين تمام، او نصلي على سيدنا النبي ونكمل عجين مع بعض. ونبدا نعجن كل شويه، هنضيف ربع كوبايه من الميه زي ما انتم بتشوفوني كده، وابدا اعجن العجينه. بعجنها على ناشف جدا علشان انا عايزه العجينه يكون معايا فيها عرق. العرق ده بيخليها ممطوطه وما تقطعش معايا، وكمان في التسويه وفي الاكل بتلاقيها من جوه مفتحه وزي القطن، هشه كده مش مكتومه مثلا. تمام. هنا خلاص انا مش عارفه اتحكم في العجينه في الطبق بتاعي او في العجان بتاعي، ابدا انزل بيها على الرخامه وبالشكل اللي انتوا شايفينه ده. انا هبدا اعجن. انا هنا بوريكم عجينه تانية انا عجناها من قبل التصوير، ودي كانت عجينه بسيطه وسهله جدا، مكونه من دقيق وملح وميه دافيه، مش اكتر من كده. وعجنت. ايه هي العجينه دي؟ هقول لكم عليها واحنا شغالين دلوقتي. هنا خليكم معايا، شوفوني كل شويه بعمل ايه. كل شويه بعجن لمده دقيقه او دقيقتين، وبنزل بشويه ميه صغيرين جدا، وباخد العجينه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، تفتيح ويمين وشمال وفردي فيها كتير جدا وتفتح فيها. يعني بصوا انا عايزه العجينه تتخدم. تمام. اعجني بمعدل 10 15 13 12 دقيقه، ولكن مش اقل من ال10 دقائق، علشان تديكي عجينه هشه وقطنيه من جوه. لازم تخدميها بالشكل ده. نتكلم على البدايل واحنا شغالين. لو احنا مثلا ما عندناش حليب وعندك لبن رايب يمشي الحال. طب لو انا ما عنديش لبن رايب ولا لبن حليب، ما عندكيش شرش جبنه، ما عنديش شرش جبنه ده خالص، يبقى هنحط مع بعض على الكيلو الدقيق ده 3 معالق لبن بودر، او نص كوبايه او ربع كوبايه على حسب برضو امكانياتك انت، ولكن مش اقل من 3 معالق. تمام. وهتحطيهم وتعجني بميه وزيت ومفيش اي مشكله خالص، وعجينتك برضو باذن الرحمن هتكون مظبوطه. ربنا يحسن ما بين ايدينا جميعا. اقل الحاجات بتبقى مظبوطه معانا وربنا بيكرمنا ان شاء الله. بتشوفوا الحركه اللي بعملها كل شويه، بان انا بمط العجينه لورا وبفتحها، اشوفها هتمط في ايدي ولا برضو هتقطع. طول ما العجينه بتقطع في ايدي هي لسه عايزه عجن تاني، فببدا اعجن. هنا بعد ما خلصت تقريبا، قبل ما اخلص عجين بثلاث اربع دقايق، حطيت معلقه من السمنه من الزبده من المتوفره عندك. ده غير طبعا ان انا في اول مقادير نسيت اقول لكم حطيت نص كوبايه من الزيت، برضو نزلت تدريجيا بالزيت ده. انا اسفه بعتذر يعني انا نسيت اقول لكم على الزيت ده بصراحه. تمام. اخدت معلقه معايا من الزبده او من السمنه الموجوده عندك، وتبداي تحطها لي العجينه. هتقطع معاكي بعد ما تعجن وتبقى كويسه، ما تخافيش وتقلقي. افضلي اعجني كتير ولتي فيها كتير، وروحي ويجي فيها شمال ويمين، وطلعي كل طاقتك في العجينه ديت. ان شاء الله الزبده هتلم معاكي وهتبقى زي الفل، والعجينه تديكي ملمس ناعم. ومش عايزه اقول لكم العجينه دي هتبقى عجينه ناجحه بنسبه مليون في الميه. شايفين الشده اللي ديت؟ معلش بتقطع معايا، بقت تشد معايا بقى تمط. ده العرق اللي انا قصدت عليه، ان انا دايما طول ما انا بعجن اخليه مظبوط معايا عشان احافظ عليه ويديني المطه دي، والعجينه تكون ناعمه زي الحرير في ايدي. صلوا على سيدنا النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. شايفين المطه عامله ازاي معايا؟ ما عادش بتقطع خالص. كده العجينه بتاعتي خدت كفايتها. نحط شويه زيت في ارضيه الحله اللي كنا بنعجن فيها، وننزل بالعجينه بتاعتنا ونغطيها.
الفطاير اللي معايا النهارده هي فطاير محشيه باللحمه وبالفراخ. عندك صدر فرخه، ربع فرخه، عندك ربع لحمه، نص لحمه، نص فرخه، يمشي الحال تمام، الدنيا معاكي زي الفل. تغطيها كده وتسيبها ترتاح وتختمر، ونشوف العجينه التانيه. طب عجينه ايه؟ والله وانا شغاله كده كان ابني عند عمته، فبقول لها ماما بتعمل فطاير يا عمته، كانت عايزه كذا كذا كذا. فقلت طب مش عارف تجيب لي حته وانت جاي؟ فالكلمه قطعت جوايا بصراحه جدا يعني. قلت والله وانا شغاله لازم اعجنها لها بسرعه، فطيره كده على السريع، واعمل لاولادي واحده صغيره جنبها، علشان ما يبصوش للفطاره بتاعت عمتهم ويبص ايه يبداوا ياخدوا منها حاجه. هي كانت حاجه صغيره جدا، بس ما حبتهاش تنام وهي نفسها في حاجه، ولو كانت بسيطه، ولو كانت باقل حاجه متوفره عندك. ما خدتش مني غير شويه الدقيق وشويه وذره ملح ونص معلقه من السكر، لان كانت الكميه اللي معايا الدقيق دي ما اقل من نص كيلو على ما اظن. بصراحه ما عيرتش، بس اعتقد انها كانت اقل من نص كيلو. بدات ان انا اعمل الفطاير بالشكل اللي انتم شايفينه ده، وهبططها معاكم وهفردها. وقبل اي كلام وعشان برضو ما نخش في الفيديو ونغوط كتير، دايما نحب دايما الفيديو بتاعي يكون اكتر، يعني اكتر حاجة بحبها فيه ان دايما نصلي على سيدنا النبي، علشان نرتاح وتحس براحه نفسيه وانت بتتفرجي على الفيديو. بتحس براحه نفسيه اصلا وانت بتسمعي الانسانه اللي بتتكلم دي بتتكلم في الباطل ولا بتتكلم في المظبوط، بتتكلم في الصحه ولا بتتكلم في الغلط، هل كلامها ده بيريحك او ما بيريحكيش. اهم حاجه الراحه النفسيه في اي كلام، بدايته وفي منتصفه وفي اخره هو الصلاه على سيدك النبي. مفيش اكتر من كده حاجه ممكن تريح وتهدي النفوس. ربنا يريح قلوبنا ويريح نفوسنا جميعا، اللهم امين يا رب العالمين، ويحسن دايما ما بين ايدينا، ويجعل البسيط في ايدنا هو ده المظبوط والمعقول اللي متوفر عندي. خلاص انا قطعت الفطاير بتاعتي، كمان سبتها ترتاح جنب شويه لاني كنت مستعجله لها جدا. معايا في الحشوه بتاعتي طماطم، انا هنا بوريها لكم ان انا مقشراها وشايله كمان البذر بتاع الطماطميه من جوه. نزلت بربع كيلو من اللحمه، ربع كيلو انا فرمته في الكبه وانا شغاله، طلعته من الفريزر فرمته ما اقل من ربع كمان تقريبا، ما فيهوش دهون على فكره خالص عشان تبقوا فاهمين برضه. حطيت معلقه الزيت وحطيت اللحمه، ادي بس للحمه صدمه كده علشان ما تنزلش مني سوائل بتاعتها. معايا هنا بصل انا مقطعاه جوانح صغير جدا، ومعايا فلفل الوان او فلفل اخضر، اي فلفل نوع عندك، فلفل عادي، ومعايا طماطم تكوني مقشره القشره بتاعتها وشايله القلب بتاعها علشان ما ينزلش ميه في الحشوه بتاعتنا. إيه طبعا هنحطه في الفطيره اللي هنبطلها دلوقتي. خلاص خدت معايا هنا كمان ربع مكعب من المرق، حطيته كمان على الخلطه غير البهارات اللي انا هضيفها دلوقتي معاكم. بس قبل حاجه هنلف البصله باللحمه شويه صغيرين، مجرد بس ما تحسي ان البصله بدات تدبل معاكي، انزلي بقى بالطماطم والفلفل وتدريجيا علشان خاطر ما نملاش يعني الخضار لما بنحطه ورا بعضه بيبرد الطاسه قوي معانا، فبيبدا ينزل سوائل وميه. فلازم تنزلي بالحاجه تكون ايه يعني حافظي لي على حراره الطاسه، خليها سخنه زي ما هي علشان ما تطلعش معايا اي سوائل الدنيا دي كلها. هنزل ببقيه المكعب التاني معايا هنا معلقه من الملح او نص معلقه على حسب الكميه اللي عندك، معايا نص معلقه من الكزبره، من الفلفل الاسود، 7 بهارات دي كلها نص 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 معلقه. اي بهارات انت عندك رشه جوز الطيب، لو مش حابه ما تحطهاش مفيش مشكله خالص. وقلبي الدنيا دي مع بعضها، ريحه وطعم ولادي على ما خلصت كانوا كلوا نص الكميه دي والله العظيم من ريحتها بس. وكمان كان معايا ربع واحد فرخه، يعني حاجه بسيطه جدا. برضو عملته بنفس النظام. معايا هنا لسه بقيه الفلفل والبصل والطماطم، هنزل بالصدر الفرخه اللي انا مقطعه قدامكم شرايح ومكعبات على حسب ما انت حابه في التقطيعه بتاعتك، في نفس الطاسه اللي سوينا فيها الخلطه الاولانيه اللي هي الحشوه الاولى بتاعه اللحمه. تمام. هنا خلاص خدنا صدمه للفراخ، هتنزلي بالبصل وزي ما عملنا في المرحله الاولى هنعمل في المرحله الثانيه، وهنبدا نقلب شويه لحد ما البصل تدبل معانا، وهتنزلي برضو ببقيه المكونات اللي عندك الفلفل والطماطم. انا هنا بحب قوي اسيح مكعب المرق في قلب الزيت علشان يديني ريحه ونكهه اكتر، يعني يديكي طعم احسن بكتير على فكره. تمام. هتنزلي برضو بنفس البهارات بتاعتك اللي انا بحب استخدمها في اكلي. حابه انت تغيري حاجه تانية مفيش مشكله، المتوفر عندك هيكون تمام باذن الرحمن. ما تفتكسيش ومش عشان انا قلت كذا يبقى هو لازم كذا، ومش عشان انا سمعتها كذا يبقى لازم اعملها. انت خدي الفكره وابني عليها موضوع اللي انت حابه تبني، جددي وافتكسي وغيري وشكلي بالشكل اللي يريحك انت ويناسبك ماديا ويناسبك يعني صحيا كمان. هنا بدات افرد بقى الفطير. الحشوه بتاعتي لازم تكون بارده جدا، عشان كده بدات بها بدري بعد ما عجنت الفطاير بتاعتي الاولانيه. هنا ببدا افرد بقى الفطيره الاولى
زي ما انتم شايفينها كده بتكون كبيره شويه. طبعا كان المفروض ترتاح معايا شويه، لكن للاسف هي ما ارتاحتش معايا فتره كافيه علشان انا كنت مستعجله وكان الوقت ضيق بالنسبه لي. تبداي بقى تفرديها واحده واحده، وتحطي عليها كده معلقه كده من السمنه اللي انت مسيحاها او الزبده اللي انت مسيحاها، وتحطها على بعضها. نعم حبيبتي. المهم، بس يا مانجا، صلوا على سيدنا النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. الفيديوهات بتاعتنا يا جماعة فيديوهات محتواها قبل أي حاجة بالنسبة لي لازم يكون محترم، ولازم يكون قدام ربنا سبحانه وتعالى ما يأذينيش لا في الدنيا ولا في الآخرة. علشان كده بخاف من كل لفظ، بخاف من كل حركة. ولو حركة ظهرت مني أنا مش ببقى قصدها، طبعا دي أنا بمنتج كتير جدا، في حاجات ممكن تكون بتعديني. أتمنى من الله ان هو يكون راضي عني دنيا وراضي عني اخره، والمحتوى اللي بقدمه كمان يكون محتوى محترم ويفيد الناس، ده اللي بتمناه من الله ومش عايزه اكتر من كده. بعد ما فردت الفطيره بالشكل اللي انتم شايفينه، الفطيره دي اخدت معايا 17 او 18 كره تقريبا. خدت معايا بيضه بلدي ما تكونش فيها زفاره جامده قوي، عليهم معلقتين من القشطه دي ما كانتش جمدت قوي لسه، يعني انا كنت لسه قطفاها من على وش اللبن، سايبه شويتين مش متماسكه. خدت منها معلقتين القشطه على البيضه البلدي ديت، وبدات ادهن بها وش الفطيره بالف هنا وشفا على قلبها. ويا رب يجعلني دايما تحت حسن ظنهم، ويا رب يقدرني ويديني العمر ويديني الصحة ويديني الرزق ويديني كل حاجة طيبة، علشان دايما أكون تحت ما هم حابين، يعني تحت نظرهم. يتمنوا الشيء يلاقوه قبل ما يتمنوه، بسبب ان انا بحبهم اكتر مما تتخيلهم. بحس ان هم اخواتي انا مش اخواته هو. ربنا يكرمهم يا رب، ويجعلني دايما تحت حسن ظنهم، ويجعلهم دايما على راسي منورين دنيتي، هم واختي وابويا واولادي وجوزي وخالتي وكل اللي بحبهم. ربنا يجعل العمر الطويل لهم في الدنيا يا رب، اللهم امين يا رب العالمين. هنا الفطيره حاططها في الفرن وخلاص طلعت، هي اي نعم مش قد المقام، ولكن الجوده الموجوده على راي اللي بيقول. عجينتي اختمرت وزي الفل، هبطي الخمر بقى ونبدا نشتغل في العجينه بتاعتنا، عجينه الفطاير. عجينه الفطاير دي انا مش عايزه اقول لكم قد ايه العجينه نفسها تتاكل من غير حشوات، من كتر جمالها وطعمها. عجينه ناعمه جدا، مساعداكي انك تشتغلي فيها، وكمان مريحه نفسيا كده وانت بتشتغلي فيها. ممكن تفتكسي فيها اي افتكاسات تانية، مش شرط اللي انا بقول عليه حاجات تانية. هتقطعي بقى، ما هنا معايا الكوره ليه اتنين، تبداي تفردي كده وتنزلي في الطاسه بتاعتك، ومن غير مواد دهنيه، ما تدهنيليش الطاسه زيت ولا اي حاجه او ابدا، هي بتبقى زي الفل الحمد لله، ما تخافوش مش هتلزق ولا اي حاجه خالص. تبداوا بقى تفردوها بالشكل اللي انا بفردها قدامكم ده، وبعدين هتنزلوا بالحشوه الاولى، اللحمه الفراخ اللي تحبوه، هتحشوه بالشكل ده. ما تخافوش، العجينه مش هتلزق معاكم ابدا، العجينه مش هتكون مكتومه، العجينه مش هتكون وحشه، مش هتكون ناشفه. بسم الله ما شاء الله، ربنا يحسن ما بين ايدينا وايديكم، امين يا رب العالمين. هنا هتفرقي لي الحشوه، ولكن عندي ملحوظه صغيره، بلاش تطرفوا الحشوات للطروف، علشان احنا هنيجي دلوقتي نحط عجينه فوق منها وهنلزقهم في بعض. انا هنا مقلله نسبه الحشوه، ولكن ده كان غصب عني. طبعا قلت لكم ان ولادي اكلوا نص الحشو وانا شغاله اصلا، تمام، بالف هنا وشفا، ما انا بعمل عشانهم، ربنا يكرمني ويرضيني فيهم، ويجعلني دايما اعمل لهم اللي هم بيحبوه، ويخلوهم لي العمر كله يا رب، اللهم امين، ويهديهم هم واولادكم، امين يا رب العالمين. هنا بقى عندك اي نوع جبنه، هو المفضل تكون موتزاريلا، ولكن ما كانتش متوفره عندي بصراحه، انا حطيتين موجود اللي عندي، وكمان حلقات من الزيتون فوق منها، جبنه عاديه جدا على فكره. بس انت حابه موتزاريلا، هو الافضل يكون موتزاريلا، لكن مش عندي، طالما مش عندي خلاص مش مشكله، مش مهم يعني. ابدا بقى افرد الطبقه الثانيه واحطها فوق العجينه بالشكل اللي انتم شايفينه ده. بسم الله ما شاء الله. ادي الفكره اللي قلت لكم عليها، ان احنا ما بنطرفش الحشوات للطروف علشان نبدا نلزق العجينه ببعضها بالشكل ده، عشان ما تفكش مننا، ما تفكش بعد كده في التسويه او في التقديم او في اي حاجه يعني. تمام، هتبداوا تعملوا بالشكل ده. ما شاء الله ما شاء الله. تابعوا معايا الفيديو لاخر لقطه في الفيديو، ان شاء رب العباد هتستفادوا باذن الله. كمان عندي حاجه نختم بها الفيديو باذن الله، تستفادوا منها باذن الرحمن. كمان تابع الفيديو بايديكي بصوابعك، هتنزلي بالشكل اللي انتوا بتشوفوني بعمله ده، بصوابعك هتاخديها كده
وبعدين هتعمليها مثلثات بصوابعك زي ما انا بعمل بصوابعي قدامكم بالظبط كده بايديكي. ولما تيجي تطلعيها هتيجي تعديها بالسكينه، هتعدي عليها السكينه هتتقطع معاكي بسهوله جدا جدا. هنا ما اقدرش اقول لكم شكلها تحفه ازاي بالايد كده. حطي بقى اللي تحطيه، ده كلها اذواق على فكره. مش متوفر عندك عادي برضو مش مشكله. ندهن وش العجينه، هنا ما جاتش مش عارفه ازاي. وش العجينه هندهنها باللبن، لبن عادي جدا بالفرشه، وترشي عليها سمسم وتحطيها في الفرن. انا كنت المفروض ان انا جبت اللقطه دي، بس بصراحه هي ما جاتش معايا وانا بظبط الفيديو. بعد ما طلعتها من الفرن، الخطوه المفيده جدا والمهمه، بخاخه تكون عندك نضيفه جدا، تبداي ترشرشي عليها ميه بسيطه وتغطيها لمده 5 دقائق علشان تطرى. طب ما عنديش بخاخه زي ما عنديش انا كمان فوطه وخليفها الميه بسيط جدا، يعني حاجه لا تذكر في الميه، وتغطي لي بها وش الفطاير عشان تفضل معاكي طريه وجميله جدا. شايفين طراوتها؟ انا مش قادره اقول لكم قد ايه طراوتها وهشت. شايف الحشوه من جوه عامله ازاي، والعجينه طريه جدا طريه جدا. يا رب الفيديو يعجبكم، واشوفكم على حلقه جديده ان شاء الله، وفيديو جديد باذن الرحمن.